انضميت لأسرة هوسبس تقريبا من سنة 2015، ومؤسسة هوسبس مصر اختارت الطريق الصعب اللي محدش اختاره هنا في مصر. هيرعى المرضى اللي ممكن يشفى بعد فترة وخلاص، لكن هم اختاروا ناس ميؤوس منهم، مفيش رجاء في الشفاء سواء بالعلاج الدوائي أو العلاج الجراحي. يعني أنا بروح للعيان مش مرتبط سواء الصبح ظهر بالليل بدون مقابل، عن طريق متطوع بيتصل بيا، وفي أسرع وقت يعني خلال ساعة بنروح أنا وهو ونزور العيان، وبنقوم باللازم زيارات ومتابعة وإرشادات للممرض اللي تبع هوسبس مصر. لما بروح بقدم خدمه تمريضيه للمريض في بيته، طبعا الدكتور بتاعه بيبقى كاتب له على روشته مثلا زي محاليل، بغير له على قرح الفراش، وطبعا كل ده بقدمه مش كمريض عادي، لا هو مريض رحله حياته قصيره، يعني مش لسه هستنى ان انا اعمل له كذا حاجه، يعني ببقى اعمل له حاجه وانا معاه. والادويه تساعده على احتمال الحاله المرضيه بتاعته.